هنكمل جزء من عمارة الإيموبيليا اللي مليانة أسرار كتيرة جدا، بالإضافة لقصص وشائعات عن الأشباح والخوف اللي خلى فنانين كتير يسيبوا العمارة دي. وزي ما قلنا هنتكلم عن كل الفنانين اللي سكنوا في العمارة وإزاي مشوا بسبب خوفهم أو مواقف حصلت لهم من سبب لعنة العمارة دي. اتكلمنا قبل كده عن الفنانة ليلى مراد وعن قصتها وخوفها عن لعنة العمارة، وان هي طول وقتها كانت حاسه ان في حد بيمشي وراها، طول الوقت ما كانتش في شغلها كويسه بسبب لعنه العماره دي. واتكلمنا في الفيديو اللي قبله عن الجريمه الثابته اللي خلت للعماره ليها لعنه. هنتكلم النهارده عن فنان من الفنانين اللي اتوجدوا في العماره دي او سكنوا فيها. النهارده هنتكلم عن الفنان انور وجدي. أنور وجدي كان واحد من أشهر الفنانين اللي عاشوا في العمارة في عز مجده، لكنه كان عنده هوس غريب بشؤون